مساء الخير. في يوم من أيام سنة 1650 ميلادية، أيام حكم العثمانيين لمصر، نزل إبراهيم أغا المستحفظان من القلعة عشان يتفقد أحوال الناس ويصلي العصر، لأن وظيفة مستحفظان ساعتها زي وزير الداخلية دلوقتي. إبراهيم أغا كان بيحب يصلي في جامع صغير نوعا ما في شارع الدرب الأحمر وقريب من القلعة اللي فيها جوامع كبيرة وحلوة، بس هو كان بيستريح في الجامع ده. وبعد صلاة العصر غلب إبراهيم أغا النوم في الجامع، وشاف رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام بيوصيه فيها بتجديد وترميم الجامع. قام إبراهيم أغا من النوم وهو مصمم على تنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالفعل جدد الجامع واللي اتعرف باسم الجامع الأزرق. يا ترى ايه حكاية الجامع ده وليه اتسمى بالجامع الأزرق، وبيعتبر واحد من 7 مساجد على مستوى العالم اللي اسمه كده؟ ومين اللي بناه؟ وليه صاحبه مش مدفون فيه رغم وجود ضريح ليه جواه بس ما فيهوش جثمانه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. أنا إيمان مطر، ودي قناة حواديت وسلسلة مساجد وجوامع القاهرة العامرة بحكاياتها الرائعة. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. أهلا بيكم. في سنة 1346 ميلادية أنشأ الأمير شمس الدين آق سنقر السلاري مسجد باسمه في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة المملوكية. سنقر كان واحد من أهم أمراء السلطان محمد بن قلاوون وجوز بنته في نفس الوقت، وخصص الجامع لتدريس مذهبي الشافعية والحنفية. والمسجد كان من المساجد الجامعة، يعني بيتقال عليه جامع عشان كان فيه مدرسة وسبيل. كان آخر منصب يتولاه الأمير سنقر هو حاكم مدينة حلب، وكانت ضمن المملكة المصرية اللي كانت بتحكم تلت العالم الإسلامي أيام المماليك. حاول سنقر الاستقلال بحكم حلب بعد وفاة السلطان محمد ابن قلاوون، فقتلوا السلطان اللي كان موجود واسمه الناصر أبو بكر، واندفن خارج مسجده رغم الانتهاء ساعتها من تشييد المسجد. وبعد 300 سنة حاول إبراهيم أغا وهو بيجدد الجامع يلاقي رفات سنقر عشان يدفنها في المسجد، لكن ما لقاهوش، وعشان كده أنشأ له ضريح متواضع جنب الضريح الضخم اللي عمله إبراهيم أغا لنفسه في المسجد. بترجع تسمية الجامع بالأزرق لأن إبراهيم أغا كسى الحوائط الداخلية بتاعة الجامع كلها بالإيشان الأزرق الجميل اللي استورده من مدينة إزنك التركية ساعتها، وهو أول جامع يحصل فيه الفن الإيشاني ده، وهو من الفنون الزخرفية الفارسية. سنة 1884 وفي عهد الخديوي توفيق حصل زلزال كبير قوي في مصر. كان تأثير ده على الجامع هو تدمير جزء كبير من التكسيات الخزفية والسقف، واستمر الجامع على الحالة دي لغاية ما تولى حكم مصر الخديوي عباس حلمي الثاني في سنة 1892، وقام بالترميم الثاني للمسجد بواسطة لجنة حفظ الآثار العربية، واللي استكملت الجزء اللي وقع من السقف بالخشب وقفلت بعض النوافذ بالجبس. وتم افتتاح المسجد في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. أما الترميم الثالث فكان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2015، وافتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ساعتها. المسجد بيضم 3 أضرحة، أكبرهم اللي بناه إبراهيم أغا لنفسه وشال المدرسة والسبيل عشان يخليه ضريح كبير. أما الضريح التاني فيخص السلطان الملك الأشرف علاء الدين كوجك ابن السلطان الناصر محمد ابن قلاوون. الضريح التالت طبعا هو الضريح المتواضع اللي بدون جثمان للأمير سنقر. من حسن حظي لما رحت الجامع كان الوقت عصر تقريبا وفي شهور الصيف، وهو في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر، ولو كملت في الشارع على طول هتوصل للقلعة. الجامع ليه بوابة ضخمة وعرضه 80 متر تقريبا وطوله 100 متر. هتطلع بكام سلمة كده، وبمجرد ما تدخل الجامع هتتنقل لعالم تاني خالص من الهدوء والسكينة ونسمة الهواء الرقيقة قوي. وهيقابلك صحن المسجد المتصل بالسما، وفي وسطه تكعيبة كانت زمان نافورة مية وحواليها شجر وافر الخضرة. وحوالين الصحن في 4 أروقة ذات أعمدة، أكبرها رواق القبلة واللي بيضم باكيتين، أما ال3 الباقيين فبيضم كل منهم باكية واحدة. صدقوني
اللي عايز يعيش لحظات من الراحة النفسية الكبيرة قوي أنصحه يزور الجامع ده. شكرا لوقتكم.